اهلا بيكم في فيديو جديد. لو اول مره تشوفونا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه. بيبتدي فيلمنا من روقان كونج على جزيره الجمجمه، ودي عباره عن منطقه احتواء ليه عملوها مجموعه من العلماء. ودي بنت بتحب كونج، هو بيثق فيها جدا ومن الناس اللي عايشه معاه على الجزيره. لكن كونج بدأ يغضب جدا بسبب إحساسه إن هو محبوس في المكان ده. وبدأ العلماء فعلا يتناقشوا ويقولوا إن المكان ده مش هيستحمل كتير بسبب إن كونج عمال بيكسر في كل حتة فيه شوية. والبنت دي بدأت تتكلم بلغة الإشارة مع الدكتورة المسؤولة عن الموقع، وتقول لها قد إيه كينج كونج غاضب جدا. وهنيجي للمهندس ده وهو بيشتغل في مؤسسة إيبكس، وعنده مدونة صوتية بيسجل فيها آراءه ويومياته. ومؤسسة إيبكس دي المفروض إن هي مؤسسة بتستخدم التكنولوجيا لخدمة البشرية، وده رئيسها واسمه والتر سيمونز. ودايما الفني ده كان حاسس إن المؤسسة دي بتعمل حاجة بتستخبى بيها ورا أعمالها الخيرية اللي هي بتقول إن هي مع البشرية. وبعد كده راح مقر عمله وفتح الدولاب بتاعه وجاب فلاشة وراح لزميله ده وضحك عليه بالكلام وخلاه يقوم، وقعد هو مكانه ونقل شوية معلومات سرية كده مهمة على الفلاشة بتاعته. لكن في الوقت ده حصل هجوم مفاجئ من جودزيلا على مقر إيبكس وعلى المدينة كلها، وبدأت الشركة تخرج العاملين من الشركة في ممرات آمنة. ولكن جودزيلا كان فجر المبنى ده باللي فيه، لكن هما طبعا في جزء منهم عرف يهرب. وظهر بعد كده حاجة غريبة في البدروم شافها الفني ده، وجودزيلا كان غاضب جدا ودمر كل حاجة. وبدأت قنوات الأخبار تنقل هجوم جودزيلا اللي هما مش عارفين ليه عمل كده وإيه مبرره. وهنيجي الدكتور نيسان، وده دكتور خبير في علوم باطن الأرض والحفريات، وطلب منه دكتور سيمونز ان هو يروح رحله للارض المجوفه، وقال له انا همولك وهديلك الاليات اللي هتساعدك انك تروح هناك، وهتستحمل كمان معاك الضغط العالي. ودكتور نيسان عجبته الفكرة دي جدا، وراح بعد كده للدكتورة المسؤولة عن كينج كونج، وبيقول لها ان هو هيروح رحلة للأرض المجوفة اللي احتمال يكون فيها عائلة كونج، ويكون ده اكتشاف كبير هنحققه. لكن احنا محتاجين معانا كونج في الرحلة دي بحيث ان هو اللي هيدلنا على الطريق لهناك. وفعلا بدأت رحلتهم عن طريق البحر، وحطوا كونج على السفينة ومشوا في المحيط البعيد عن المكان اللي فيه جودزيلا. ودي بنت دكتور سيمونز وجاية معاهم بتراقب عليهم. وبدأوا يحكوا على إن كان في حرب كبيرة بين جودزيلا وكينج كونج من زمن بعيد، ولازم حد فيهم هو اللي بيخضع للتاني، ونأمل إننا ما نلاقيش جودزيلا في طريقنا. وطلعت البنت الصغيرة دي بره وسلمت على كونج، وكلهم كانوا مستغربين من اللي هي عملته. وبدأت تقول لهم إن هو غاضب جدا وزعلان إن هو مقيد بالطريقة دي. لكن الدكتورة بتقول لها إحنا عملنا كده عشان نرجعه لبيته. واتفاجئوا في الآخر إن كينج كونج فاهم لغة الإشارة بتاعة البنت الصغيرة دي، وإنهم واخدينه لبيته. وبدأت بنت دكتور راسل اسمها ماديسون تسمع للمدونة الصوتية بتاعة الفني ده، وهو بيقول إن هو تم إيجاد أدوات تكنولوجية غريبة في منظمة إيبكس، وإنها بتسعى لعمل حاجة ممكن تضر البشرية. فساعت البنت دي إن هي تروح له، وقالت لصديقها إن هو يجيب عربية ويجي لها. وفعلا خدت منه المفتاح وساقت العربية وراحوا لسوبر ماركت قريب من بيت الراجل ده، وكلموا البياع هناك وقالوا له على مواصفات الراجل اللي هم عايزين يلاقوه. هو قال لهم معرفش، لكن في الاخر ادوله فلوس وهو وافق يدلهم على مكانه. وراحوا له هناك، ولكن هو كان خايف يفتح، وفتح لها لما قالت له ان هي بنت دكتور راسل من اكبر العلماء المهتمين بجودزيلا. وبداوا يحللوا مع بعض هجمات جودزيلا وانها ما كانتش هجمات عشوائيه، وكانت بتستهدف مقر مؤسسة إيبكس. وهنرجع للبنت الصغيرة دي، والدكتورة بتلومها بتقول لها انت ليه مقلتلناش ان كينج كونج بيفهم لغة الإشارة، وان ده كان هيسهل علينا في التعامل معاه. وبدأ الدكتور نيسان يطلب من الدكتورة دي ان هي تقنع البنت الصغيرة ان هم يتحكموا في كونج عن طريقها، هي كانت رافضة كده. لكن في الوقت ده حصل هجوم جودزيلا اللي ما كانش حد متوقعه، وبدأ يدمر فعلا الأسطول البحري بتاعهم، وبدأت الطيارات تطلع وتضربه مع مدافع السفن، وطبعا ما كانوش قادرين عليه. ولسه كينج كونج في الوقت ده مربوط وبيحاول يفك ايده، لكن ما كانش عارف. وجه جودزيلا فجأة وقلب السفينة بيهم، لكن دكتور ميسان عرف بسرعة ان هو يفك القيود بتاعة كونج، وعدل لهم السفينة مرة تانية. وبدأ ينط كونج من سفينة للتانية لحد ما وصل لجودزيلا، وفضل يضرب فيه. لكن جودزيلا طلع شعاع قوي جدا من بقه وكان هيقضي عليه، بس كونج نط في المية وجودزيلا نط وراه. وطبعا لما نط في المية ده أحلى مكان لجودزيلا يعرف يتغلب بيه على أعدائه، وكان خلاص هيغرق كونج. لكن الجيش حدف قنابل في المية أربكت جودزيلا وخلته يسيب كونج. وجت للدكتور نيسان فكرة ان هم يقفلوا المحركات كلها وما يهاجموش جودزيلا، عشان يبينوا له ان هم كده استسلموا وخلاص مش هيهاجموا تاني. وفعلا جودزيلا لما شاف كده سابهم ومشي.
وهنرجع تاني لماديسون واصحابها لما دخلوا مقر ايبكس وبيحاولوا يستكشفوا الادوات التكنولوجيه الغريبه اللي شافها الفني ده، لكن لقوا في وشهم اسانسير ركبوه ونزلوا لحد الدور ال 33 تحت الارض، وراحوا هناك ولقوا معمل كبير وناس كتير شغاله فيه، ودخلوا زي غرفة كده لقوا فيها بيض عمالقة جزيرة الجمجمة، لكن اتفاجئوا ان الغرفة دي بتتحرك وماشية بيهم في نفق كده تحت الارض بسرعة عالية جدا جدا والأغمى عليهم. وهنرجع لكونج اللي شالته الطيارات وودته لمكان الأرض المجوفة، وبدأوا يحاولوا يقنعوه إن هو يخش هناك عشان يتبعوه، لكن ما كانش راضي وما دخلش إلا لما قالوا له إن احتمال يكون فيه هناك قرايبك، ودخل فعلا. هم اتبعوه بالمركبات المجهزة بتكنولوجيا وسرعة فائقة بتاعتهم دي، ولقوا الأرض كمان بتسحبهم لتحت بسرعة عالية جدا جدا لحد ما وصلوا فعلا للأرض المجوفة موطن كونج وكتير من الكائنات الغريبة والعمالقة دي كمان. واول لما وصلوا هناك هجمتهم ديناصورات بتطير كده، وكينج كونج مسكهم واداهم القضية واتخلص منهم كلهم كمان، وبدأ كونج يمشي اتجاه بيته وهم ماشيين وراه لحد ما وصلوا لمكان كده وفضل يتسلق الصخور اللي فيه. وهنرجع لماديسون واصحابها اللي المركبة دي وصلتهم لمقر ايبكس في هونج كونج، وطلعوا هناك وفضلوا يستكشفوا المكان ده، ودخلوا مكان كده لقوا ان في حد شبه جودزيلا آلي واسمه ميجا جودزيلا، وعرفوا وقتها ليه جودزيلا كان بيهاجم مقر ايبكس بسبب ان هم عاوزين يستبدلوه بالآلي ده اللي ظهر لهم قوة كبيرة جدا جدا. وفي نفس الوقت جودزيلا اتجه لهونج كونج وبيهاجمها، ولسه الدكتور نيسان واصحابه ماشيين ورا كونج لحد ما وصلهم فعلا لبيته، وخد كمان الفاس بتاعه وقعد على الكرسي بتاعه، والدكتور قال له احنا كنا على حق ان بيته فعلا في الارض المجوفة دي. وبعد كده ماديسون وصلت لمكان جمجمة كائن تاني عملاق ومات، وبياخدوا منه حمض نووي بيستخدموه في ابحاثهم التكنولوجية. وبدأ الناس كلها في هونج كونج يستخبوا في الملاجئ بتاعة العمالقة، ودكتور راسل ما كانش عارف يتصرف ازاي بعد هجوم جودزيلا. وكينج كونج قام وحط الفاس بتاعه في مكان كده وراح خلى المكان كله فيه طاقة كبيرة، وكلهم كانوا مذهولين من الطاقة والمنظر اللي شافوه ده. وجودزيلا في هونج كونج ضرب الأرض بالشعاع بتاعه وعمل حفرة كبيرة جدا، وبدأت بنت دكتور سيمونز تاخد عينة من الطاقة دي وتبعتها مقر الشركة، وفعلا بدأ الناس في الشركة يحملوا الطاقة دي، ودكتور نيسان وصديقته كانوا رافضين كده، بس هم هددوهم ان هم هيموتوهم، وده ضايق كينج كونج جدا وفعلا غضب وعمل صوت عالي جدا، وبسبب الصوت ده هجمت عليهم كائنات غريبة بتطير. وفضل الراجل الصيني ده بيقول لسيمونز احنا ما نملكش اي فكرة على استخدام الطاقة دي وايه نتيجتها، قال له ملكش دعوة اقعد وانت ساكت. وبدأ الجنود وبنت سيمونز يحاولوا يهربوا، لكن الكائنات دي كلت شوية منهم، لكن هي عرفت تهرب مع طيار. وفي الوقت ده كان شعاع جودزيلا وصل ليهم في المكان بتاعهم، والحفرة اللي عملها دي كانت بتودي عليهم، وكونج اتفاجئ من اللي حصل ده. وطيارة بنت سيمونز كانت بتحاول تهرب وبتضرب نار على كينج كونج، بس كونج قفشها بإيده كده وفجرها، ونزل كونج في الحفرة دي عشان يروح لجودزيلا. والدكتور نيسان خدهم وركبوا الطيارة دي علشان يهربوا بسرعة من المكان ده ويتبعوا كينج كونج. وهنيجي اللقطة تانية لماديسون واصحابها لما اتقفشوا هناك والحراس قبضوا عليهم وودوهم لسيمونز الشرير، وطلع كونج لجودزيلا وبدأ بينهم حرب جديدة وضربوا بعض جامد جدا، وجودزيلا وقع كونج في المية. وهنيجي لدكتور نيسان اللي عرف يخترق الحفرة دي ويطلع بره على آخر لحظة، وكونج خد الفاس بتاعه وعكس شعاع جودزيلا فيه ووقعه وصابه إصابة جامدة جدا. وبعد كده سيمونز وهو بيتكلم كان بيقول لها ان هو عمل كده عشان يقضي على العمالقة دول، لكن هي ردت عليه وقالت له انت السبب في اللي حصل لنا كلنا، انت اللي وصلتنا للحرب اللي حصلت دي. وبعد كده جودزيلا قام لكونج تاني وضربه جامد وكان هيقضي عليه وزعق في وشه جامد جدا وسابه، وهو اتصاب إصابة كبيرة جدا. وفي الوقت ده كانوا في المعمل فقدوا السيطرة على ميجا جودزيلا وهاجمهم وموت دكتور سيمونز، وطلع بره كمان بيهاجم المدينة وبيدمر المباني اللي فيها، ومتجه ناحية جودزيلا وعمل دمار في كل مكان، وضرب صواريخ كمان اتجاه جودزيلا وكان أقوى منه بكتير. وبعد كده الفني ده والولد ده بيحاولوا يسيطروا تاني على ميجا جودزيلا وعلى السيستم ده، لكن ما عرفوش طبعا يعملوا كده بسبب ان الباسورد بتاع الكمبيوتر ده ما كانوش عارفينه. وصل الدكتور نيسان لكونج اللي كان نبضات قلبه بطيئة جدا وشكله كان هيموت ومحتاج شحنة كهربائية عالية جدا جدا علشان يقدر يقوم تاني. فخد نيسان المركبة دي فعلا وراح له هناك
واداله شحنة كهربائية عالية. وقام كونج تاني، والبنت دي قالت له ان العدو الحقيقي لينا هو ميجا جودزيلا مش جودزيلا. لكن في الوقت ده كان ميجا جودزيلا مدغدغ عظم جودزيلا على الاخر، وجري عليه كونج بسرعة ونط عليه ووقعه فعلا. وقام هو وجودزيلا يضربوه ودخلوا معاه في معركة، والولد ده جات له فكرة ان هو يبوظ السيستم ده خالص، فدلق عليه مشروب كده ونجحت خطته وبوظ السيستم ده فعلا. وهنج ميجا جودزيلا واستغل الفرصة دي كينج كونج، ونط عليه وضربه بالفاس بتاعه ودمره خالص وخلع راسه كمان. ودكتور راسل قابل ماديسون واطمأن عليها وقالت له ان الفني ده هو اللي ساعدنا في ان نكتشف اللي بتعمله مؤسسة ايبكس، وشكره جدا. جه كونج وقف قدام جودزيلا، وطبعا هم اتصالحوا كده في الاخر وسابهم ومشي. وعاشت المدينة بعد كده في سلام. ورجع كونج تاني للأرض المجوفة، وبدأ العلماء يكتشفوا الأرض الموجودة هناك دي. وبكده يبقى خلص ملخصنا النهاردة، وإلى اللقاء في ملخص تاني جديد.